قانون مخالف لشرع الله. واخا سيدي ما كاين باس، طبقتوه سيروا. والعيالات ما كاين غير طلب طلاق من اجل الشقاق، طلب طلاق من اجل الشقاق. كان العام كيطلقوا فيه 1000 امراه، منين داروا هذاك القانون 4000 ولا 5000 امراه كلها باغا تطلق. سير طلق سير طلق، حيت قالت لها لا تطلقي وتاخذي 2 المليون، طلقي وتاخذي 3 المليون، وتزوجي بواحد اخر وسيري تاتي دوزي معاه 2 3 شهور وتطلقي منه وخذي 3 وانت غاده. جاءنا شخص في العمل بغى يطلق بنت خالته، قال لينا الشريف رانا هو الثالث وباها غادي كيتاجر بها. طلقت من الاول خدات 2 المليون ونص، طلقت من الثاني خدات 3 المليون، ها هما دابا غادي يطلقوا مني حتى انا. المتاجره دمر الاسر، دمر اسر. الراجل كيشد 6000 درهم في الشهر، طلقت منه المراه بالقانون الاول، هي طلقت منه، بانت لها شي حاجه اخرى، بحال شي وحده قالت لراجلها انا داكشي اللي ما درتيش انت في 30 عام غادا نديرو انا في 3 سنين. طبعا هي عارفه. كيشد 6000 درهم، طلقت منه المراه ودات 3 الوليدات، حطوا عليه 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم للواحد، هي 3000 درهم. شحال بقات ليه؟ بقات ليه 3000 درهم. ما غادي يتزوج منها، ما غادي يبني بها أسرة. ها الراجل تشرد، هي شدات دوك الدراري خلاتهم لختها، مشات سافرت للطاليان ولا سبليون، كتنتف التفاح ولا كتجني البنان ولا ما عرفاش كتجني تما. ها الدراري ضايعين في تربيتهم، ها المرأة تسيبت، ها الراجل تشرد. لا، وعجبني في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية صدرت قانون بخصوص هذه المسألة. ما بقاتش المرأة تدي الدراري، لأنهم لاحظوا أن المرأة تبتز الرجل بالأولاد. كتدخل 3000 درهم بالدراري وهما غير ضايعين عند اختها، ومشات كتجني الليمون وتجني التفاح في فرنسا وفي سبليون. ولات هي كتدخل 1.5 مليون في الشهر، والراجل عندو 3000 درهم ما عارف ما يدير بها، والدراري ضايعين في تربيتهم. لا، ما خصناش هاد كما قلنا هذاك المبدأ ديال التميز الإيجابي خصو يحيد. ما خصناش نتحيزوا ضد الرجل ونظلموه باش المرأة تبقى على خاطرها. لا، من مصلحة المرأة، من مصلحة المرأة تعرف بأنها إلا طلقات وبغات تدي الدراري من مصلحتها، ماشي حقدا على المرأة، من مصلحتها ومن مصلحة الأولاد. إلا بغينا نحافظوا على الناشئة من مصلحتهم بجوج أن المرأة تعرف إلا غادا تطلق من راجلها، هي بغات تطلق من راجلها ما تاخدش الأولاد، وإلا بغات تاخدهم ما يفوتوش ليها 300 درهم في الشهر النفقة ديال الدراري الواحد.